هاي للكل. من دون ما احكي شي بس حابة لكم اني انا اليوم كتير زعلانة من الفيديو وكتير معصبة منه، وابدا مش رضيانة عن النتيجة، وكتير عتبانة على قنوات الطبخ الكبيرة اللي بتجذب المشاهد وبتخليه يجرب ببيته. طبعا انا مشاهد وانا انجذبت وانا جربت ببيتي، للأسف طلعت عائلتي بلغدة. بحب إلا لعائلتي أنا بعتذر منك كتير كتير كتير. إذا حابين تعرفوا شو الموضوع وشو القصة بليز تابعوا الفيديو للأخير حتى تعرفوا شو القصة وشو الموضوع وشو كانت لازم تطلع الوصفة. ومنقول بسم الله ومنجيب هالدجاج، يعني بتمنى يسامحني كتير عالشي اللي حأعمله فيه. منقطعه كتير رفيع بهالطريقة بهالشكل. فيكم انتوا تعملوا أرفعه كمان بعد. الله يسامح السوشيال ميديا اللي بتخلينا نتعرف على كتير قصص. بننقعه بالخل. بنحط البابريكا وبودرة الثوم، بودرة البصل، بهار الدجاج، ملح، فلفل أسود. انتو شو بتحبوا تضيفوا منكهات ومطيبات انتو حرين. وبنعملهم بهالطريقة لحتى كل الدجاج ياخد النكهة. منرصهم بالكيس ومندقدق فيهم لحتى ينرصوا كتير منيح. بس ارجع احضر الفيديو برجع بتعب. تخيل كمية الجلي اللي طلعت معي. المهم منكفي الفيديو ومنحطه على الفريزر. ما لازم يتجمد كتير حتى ما يتكسر معنا. عشوي حنجيب مسطرة كنت وزبطهم بالطريقة اللي كتير بروفيشنال وقطعتهم بشكل مستطيل. ويا رب على القلي، لا قبل القلي لنشوف شو بدنا نعمل بعد. واو. هلأ منحطهم طحين بيض بقسماط. عملناهن وزبطناهن وكنا محميين الزيت لدرجة حرارة متوسطة وبلشنا قلي. منظرهم كتير لذيذ. مزبوط بالفعل كتير لذيذ، بس ما إله علاقة بالوصفة اللي كان بدي أعملها. بصحة وميت هنا. هلأ بدنا نجرب نعمل البطاطا المقرمشة على طريقة المطاعم مثل ما كتير ناس بتقولها. منبلش تقشير. طبعا أنا هيدي القشارة بقدر استغني عن كل شي إلا عنها. ما بعرف كيف كنت أقشر زمان كان يطلع 3/4 داش البطاطا للكب. ومنقطعن بهالقطاعة. إذا ما كانت متوفرة عندكم عادي فيكم تقطعوها على الكات بورد بطريقة اللي انتو كمان. شوفوا قد ايه بتسهل علينا تقطيع البطاطا. يمكن هيدا الشيء الوحيد بالفيديو بيقلكن انه انا منيح. وبننقع البطاطا بمي باردة وكوب من الخل. نص كوب نص كوب. غلطت. بعدين منصفيهم. بعدين مننشفهم كتير منيح. بعدين منضيف عليهم، يعني شو عذاب للبطاطا وشو عذاب للدجاج. منضيف ملعقتين نشا كبار. وبنخلطهم بقلب بعض حتى البطاطا كله ياخد النشا.
اسمعوا الصوت، هيدا بدل انه هن كتير مقرمشين وشكلهم كتير بشهي. صحتين وألف هنا. طيب خلصنا الفيديو، ومثل ما نكون شايفين اوكي طالع شي كتير حلو. البطاطا طيبة كتير، الدجاج طيب، بس هيدا الدجاج كان مفروض يطلع المسحة بالبيك. انا بعتذر للبيك شخصيا، بقول له انا بعتذر منك، بحاول اني ما بقى اقلل من قيمتك ابدا، بس للاسف النفس اماره بالسوء. وانا كتير كنت مشتاقه لاعمل البيك، وفت على كذا قناه كبار، يعني قنوات مليونيه، وعملوها نفس الطريقه والمقادير، وشو بدي لكم بعد، نفس الخطوات هي ذاتها. وما جربت وصفة ولا جربت 2، منشان بري ضميري وزمتي جربت 3 وصفات. اوكي هيدي الوصفة بتشبه كل شيء الا مسحة بالبيك. واذا حبيتوا واستمتعتوا بالفيديو وحبيتوا تجربوا، بنصحكم نصيحة انه ما تدقوا ولا الدجاج، بالعكس فرموها وملحوها وبهروها، ورجعوا حطوها بكيس، ورجعوا عملوها المقاس اللي بدكم اياه، ورجعوا تبلوها، وهالخبريات كلياتها. بس انا ما بنصحكم ابدا تجربوا البيت. حتى البطاطا كتير قنوات بتقول انه اعملوا انقعوا البطاطا بالخل ولبتوا بالنشا، جربت. اوكي البطاطا العادية اللي بنعملها بالبيت اطيب بكتير. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبتمنى اذا عندكم وصفات حابين تجربوها بالبيت بعتولي الرابط تحت بالكومنت، او اللي بيعرفني يبعت لي على الخاص. وبس، انا ايمان بحبكم كتير، بس كمان قبل ما احبكم انا كتير تعبت بالفيديو كرمالكم. فيني اعذبكم بشغله واحده، انكم تعملوا اشتراك، واذا ما بدكم تعملوا اشتراك ما تعملوا، انسوا الموضوع. اعملوا لي لايك وكومنت حلو كتير، على القليله يعطيك العافيه. انا ايمان بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.